السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهاردة انا مضطر ان انا اعلق على فيديو لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. بيتكلم فيه عن فرصة عظيمة للناس اللي هم الكير جيفرز، او اللي هم عندهم خبرة في رعاية كبار السن، الناس اللي بيرعوا كبار السن وبيعتنوا بمتطلباتهم المعيشية وكده. ليهم او هكذا قال الاخ وائل ان ليهم فرصة دلوقتي في كندا. هذه الفرصة هتتضمن ان الشركة توفر له تذكرة ببلاش عشان يجي ومن بلده، وتأشيرة ببلاش، وسكن ببلاش، وأكل ببلاش، ومش مهم يكون عنده لغة، هيوفروا له مترجم. ده مش كده وبس، ده عشان هو المهدي المنتظر، ده كمان واحد هيستقبله في المطار. المهدي المنتظر يا جماعة، فطبيعي حد يستقبله في المطار. مش كده يا جماعة ولا ايه؟ بس انا ليا عتاب يا استاذ وائل انك نسيت انك تذكر ان هم بيوفروا له طباخ وسواق للعربية بتاعته، وجنايني وفتيات تدليك. ازاي تنسى تقول الحاجات المهمة دي؟ انا مندهش انك نسيت يا استاذ وائل. طب يا اخوانا، انا طبعا يعني بصراحة لان انا واحد عايش على الكوكب اللي اسمه كوكب الارض، في حقبة الدنيا مش في حقبة الاخرة. فانا بصراحة يعني مش عايز ارد على الخرف ده. يعني بصراحة انا عايزكم انتوا اللي تردوا، اللي منكم يا اخوانا عنده معلومات عن الشركات اللي بتوفر هذه الوظيفة، من فضلكم يقول لي اسماء الشركات، ويقول لي برضو اهم حاجة يقول لي اسم الموقع اللي اخش عليه، لان انا لازم ابلغ عن النصابين دول، لان هؤلاء النصابين اللي بيتاجروا باحلام البسطاء ويبيعوا لهم الوهم ويخدعوهم ويضللوهم، دول لازم نوقفهم عند حدهم يا اخوانا. فمن فضلكم قولوا لي اسم الموقع عشان ابلغ عن هؤلاء النصابين، لان اللي بيحصل ده حرام. ناس كتير عمالة تتاجر بأحلام البسطاء وتديهم أوهام عن أمريكا مرة، وعن كندا مرة، وعن غيرها مرات. يعني أنا مندهش إيه الكلام ده يا جماعة. من فضلكم اللي يعرف اسم الموقع يكتبه تحت في التعليقات، اللي يعرف أسماء الشركات يكتبها تحت في التعليقات. يعني بصراحة اللي يعيش ياما هيسمع. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.